اليوم نحكي لكم قصة الدم يفزع الدم. هي قصة عراقية ولكن نرجع شوي لورا ونحكي القصة. يبعث لي على الماسنجر شخص يقول لي أنا الأخ الأكبر ومزاعل أخويا الصغير، إذا يجي بالعيد يراضيني والله عيني على دربه، يعني يستنى أخوي يجي راضيه. عافية عليك والله يعطيك العافية أخوك، الدنيا مقضية، شلون تقضيها من دون أخوك؟ شلون يمرك عيد وما تسلم على أخوك؟ وشلون تمر الليالي وانت مجاف أخوك؟ والله قعدتك مع أخوك ومشيتك مع أخوك تسوى الدنيا وما بيها والله. ليش ما تعملون جروبات تجمعون هالأهل، خصوصا الأخ الكبير؟ العيلة تستند على ثلاث: الأب يلم العيلة، والأم تلم العيلة، والأخ الكبير يلم العيلة. الأخ الكبير يعمل جروب، اخوانك مغتربين، والله اني اقسم بالله اخوي الكبير ابو مشعل، شكرا يا ابو مشعل على هالطيبه اللي عندك. شلون مسوي هالجروب وحاط اخوان والجروب، نحن 8، وحاط خيات وخيتين، وكلها 4-5 ايام يشوف ما حدا حكى، يشوف العالم ساكته بالجروب، شغل. ها يا شباب فلان فلان فلان، شلونكم اخباركم؟ خياتنا يسمع عن صوتنا يكيفين، يقول الدم يفزع الدم، وواحد يمرض وياخذونه على المشفى يعمل عمل جراحي ويعطيه الدكتور ابره تخدير زياده وما يصحى من البنج، ويريد يصحون الاطباء وما يصحى، واخر شيء قالوا احتمال يظل بالغيبوبه او يموت موت سريري، ويشوفهم شايب يضحك عليهم. هذا الشايب استغرب على حالتهم ولجتهم، شنو السالفه؟ قالوا له والله هذا فات بغيبوبه. قال اني اقدر اخليه يقوم من الغيبوبه. قالوا ترى هي مهي كرامات ولا هي شغله شيوخ، هذا طب. قال يا اخي انتم اعطوني مجال بس. قالوا تفضل يا هالشايب، ويجي هالشايب هذا ويقول حطوا التخت بنص الغرفه، حطوا التخت بنص الغرفه. قال من هو اخوه من امه وابوه؟ قالوا والله هذا اخوه من امه وابوه، هذا اخوه من ابوه. قال لا انا بدي بس اللي اخوه من امه وابوه. قالوا تعال ابرم على اخوك 3 برمات وصيح اخويا اخويا اخويا، وتعال الزموا من نيده، اكمشوا من نيده وقول اخويا بصوت عالي. وبالفعل برم 3 برمات، افتر بالعراق يقولون 3 مرات، وجاه وكمشوا من نيده وقال اخويا، وفز قعد. قالوا وشلون؟ قال الدم يفز على الدم. الاخ دمه يفز على دم اخوه، تلاقي الاخ اذا سمع اخوه بعركه لحاله يقوم مباشر، ما يحسب حساب، ما يراجع حساباته، على السريع يقوم. ليش؟ لانه الدم يفز على الدم. اليوم تكدر حتى الدم، وتكدر ما عاد يصفى جوهن ولا نسمع بشعر جوهن، ملوك الارض كانت جوهن، منازلها وتوقف عند العتاب.